السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم نحضر معكم ان شاء الله الشطون مخلع كيجي رائع. خليك مع الفيديو حتى الاخر وما تنساش تشترك في القناة باش يبقى ديما يوصلك الجديد، وخليك مع الفيديو ما نمشي فين باش تشوف طريقة التحضير. عندي هنايا كيلو د الشطون جبته يعني نقيته وغسلته مزيان وخليته تيقطر. وعندي الخل، ديك الشطون غنحيد له داك الشوكه اللي عنده، نقيه من الشوك مزيان ما يبقاش فيه الشوك. داك الشوك اللي كيكونوا عنده كنحيدوهم له، ديك الشوك ستيدوين. وكنبقى هذاك فيه كامل حتى كنحيد له الشوكه كامل. كما قلت لكم انا عندي كيلو الشطون، يعني الا بغيتي كتعدل غير شويه، كتعدل نص كيلو مثلا ولا ربع، كل واحد يعني على حسب الكميه اللي كيبغي هو وعلى حسب يعني العائله. وكتبقى كتكمل لهم هيدايا حتى كتكمل الطريقه كامله. ضروري تحيد له داك الشوكه اللي الوسطانيه، والشوك اللي كيكون عنده ستيتو حتى هو كتحيدو. وهنا ملي كملت له كامل حيدت له الشوكه، غنضيف عليه الخل حتى نغطيه بالخل مزيان. خصك يتغطى الحوت كامل بالخل. وكنضيف له ملح كتضيف بالزايد. صافي، هذه هي الكميه اللي عديت له الملح، كما قلت لكم ملح بالزايد. ودابا كتحركوا هيدا شويه باش داك الملح كتدخل فيهم كاملين، وكتشد عليه وكتخليه في النبيره يبقى يومين اولا 3 ايام. ومن بعد ملي كيبقى يومين ولا 3 ايام كنجبدوه. كما تشتو اللون ديالو تبدل. كما شفتوا كما قلت لكم اللون ديالو تبدل. دابا هنايا كنغسلوه، اللون ديالو كيرجع هنايا اللون ديالو كيرجع ابيض، ما كيبقاش داك الشطون هيدا. وهنا كندوزو كنغسلوه، كنصفيو له داك الخل اللي عندنا فيهم ملاح، وكنغسلوه ونعاودو نغسلوه ماشي مره وماشي جوج، نغسلوه حتى 3 المرات 4. كنخويوه فشي بنيوله ولا شي اناء. المهم كنخويو عليه الماء، نغسلوه مزيان، عاود نرجعوه في الشبكه ونخويو ديك الماء ونعاودو نعدلو ماء اخرين ونعاودو نغسلوه الغسله الثانيه والثالثه. كما قلت لكم حتى 4 الغسلات باش كيحيد منه داك الخل، ما كيبقاش فيه نسمه د الخل. وحتى ديك الملح كتغسل منه مزيان باش ما كيجيش مالح. وصافي كنبقاو على الطريقه كنغسلوه حتى هذاك، حتى نصفيوه من داك الخل مزيان. كيجي هو رائع في المذاق ديالو، كيجي مزيون بزاف. عاد جربوه وعاد يعجبكم. هنايا كنخوي عليه الماء، كنخوي عليه الماء ديريكت داخل الشبكه، وكنخوي عليه الماء وكنخليه كنعدلو في داك الشبكه ونعدلو شي بانيوله من تحت ونخليه كيقطر. وهنايا ندوزو نحضروا معكم. عندنا الربيع، عندنا السحطر، عندنا الثوم، واحد الراس الثومه، وعندنا الزيت بلديه. الربيع عندنا قزبر ومعنوس مخلط مع بعضيتو، واللي كيعجبو غير المعنوس يعدل غير المعنوس، واللي كيعجبو غير القزبر يعدل غير القزبر، انتينا واللي بغيتي. وعندنا التوبينه، كتكون شي توبينه كبيره شويه، المهم تكون غارقه ولا فحال هذيك اللي كان عندي فيها حتى هي صالحه. وكتستف فيها الشطون في القاع،
تستف غير واحد، يعني ما تعدلهمش على بعضيتهم، كتستف غير وحده وحده، كتنزلهم مستفين هيداك. وكندوزو كنعدلو فوق منا الربيع شويه شويه، ونعدلو شويه الزعتر، ونعدلو شويه د الثوم. الثوم عندي محكوكه، وكنعدلو عاود الثانيه د الشطون. كنبقاو كنستفوهم هيدا معوطين باش فاش كتجي تجبد منهم كيكونوا باينين، يعني عندك مستفين معوطين وكيجيو مزيونين. هيداك مستفين حسن ما تخويهم يعني ودخوي عليهم كلشي كيجيو ناقصين، ما كيعطيو حتى شي منظر صراحه. كنفتحهم ديك الشطون يعني اللي نم لاصقين ببعضيتو، كنحيدو وكنبقى نستف حتى كنستف مزيان. عاود كنضيف الربيع ونضيف شويه الزعتر والثوم. كنبقى نكرر هاد العمليه حتى كنسالي الشطون اللي عندي كامل نفس الطريقه اللي عدلت في الاولي. كنعدلها دابا الشطون هادوما، يعني فاش كيكونوا عندك ملي كتعدلهم هيدا كتعدلهم في النبيره فوقاش ما احتاجتيهم كتجبدهم. مثلا يكون عندك بيصار، تكون عندك اللوبيه، العدس واي ماكله اخرى، ماشي ضروري يكون غير القطنيات، وكتجبدهم وكتاكلهم معاهم. وحتى الا بغيتي كتعدلهم مع الشلاضه، وإلا بغيتي كتعدلهم غير هما في الخبز، كتكون الخبز عندك سخونه وكتعدلو فيها كيجيو مزيونين صراحه. جربوهم وعيعجبوكم. نتوما اول مره الا بغيتو ما تعدلوش يعني كميه بزاف كما عدلت انا عدلت كيلو. نتوما الا بغيتو عدلو غير نص كيلو، يعني تجربوهم ويعجبوكم عاد عدلو بزاف. ومني كنكملوا لهم دابا هنا كنكملوا لهم كاملين بالتستيف كما تشتو عندي كاملين. عاد بعد غنخوي عليهم الزيت ضروري تكون زيت زيتون ماشي زيت بيضه، ضروري تكون زيت الزيتون. وكنغطيهم بالزيت وكنخليهم. الا بغيتي يبدا تاكل منهم داك الساعه، لا بغيتي خليهم حتى لغد ولا المهم فوقاش ما بغيتي كتاكل منهم. ملي كتعدل من العمليه هذه فوقاش ما بغيتي كتاكل منهم. وهذا هو الشكل ديالهم كيف كيجيو. كتقدموا معايا ما وبالصحه والراحه. وما نساوش تشتركوا في القناه باش يبقى دائما يوصلكم الجديد، وما نساوش تعملوا لي لايك للفيديو. والسلام عليكم الى الفيديو الماجي ان شاء الله.